عمرك حسيت إنك في سباق مع كل الناس؟ طب إيه رأيك لو السباق نفسه غلط؟ آدم في الشغل كان دايماً بيحاول يسبق، ينجز أسرع، ياخد فرص أكتر، يدان أكتر، وكل لما ينجح في حاجة يحس إنه كسب. بس الغريب إنه ما كانش حاسس بالراحة، كان دايماً متوتر، حاسس إن الناس حواليه بيتضايقوا منه وزمايله بقوا بيسيبوه لوحده. في يوم كان في برزنتيشن مهم، اشتغل عليه لوحده ورفض حد يساعده، رغم إن زمايله كريم كان عنده أفكار جامدة. آدم قدم العرض، كان قوي، بس ناقصه لمسة إبداع. في آخر الاجتماع المدير قال: العرض كويس، بس كنت أتمنى أشوف فيه روح الفريق. الكلمة دي وقفت آدم. بعد الاجتماع كريم قال له بابتسامة هادية: لو كنا اشتغلنا سوا كنا هنكمل بعض. أنا كنت فاكر إن النجاح لازم أحققه لوحدي. النجاح الحقيقي لما أكسب كلنا، مش تبقى أنت الوحيد اللي طالع فوق. وقتها آدم افتكر جملة قرأها زمان: وين وين مش معناها إنك تتنازل، معناها إنك تدور على حل يكسب فيه الكل. بدأ يراجع نفسه. يعني إيه وين وين؟ يعني لما تدخل نقاش أو شغل أو علاقة ما تفكرش بمنطق يا أنا يا هو، أو لازم أغلب عشان ما أحسش إني ضعيف. وين وين معناها إن كل واحد يحترم التاني، إنك تشتغل بروح الفريق مش روح المنافسة، إنك تدور على حلول ترضي الكل مش ترضيك بس. آدم جرب. المرة الجاية عرض على كريم يشتغلوا سوا، قسموا الشغل وكل واحد ركز على نقطة قوته، والنتيجة العرض كان نار. الإبداع مع التحليل والدماغين اشتغلوا مع بعض. المدير كان منبهر وقال: اللي شفته النهاردة شغل فريق ناجح مش فرد ناجح. آدم حس لأول مرة إن النجاح طعمي مختلف، مش بس فرحان بالنتيجة، فرحان إنه كسب ومعاه حد كسب كمان. من يومها بقى دايما يسأل نفسه: القرار ده هيفيدني أنا بس ولا الكل؟ يا صاحبي الجميل، لو في خلاف بينك وبين حد أو شغل محتاج تتشارك فيه، جرب تسأل نفسك: ينفع نكسب إحنا الاتنين؟ اكتب لي في الكومنت موقف حصل بينك وبين حد كنت تقدر تحول المنافسة لتعاون. يا صاحبي الجميل، الناس اللي بتكسب لوحدها بتقف لوحدها، لكن اللي بيكسب ومعاه ناس بيفضل ماشي بعيد. ما تبصش للناس حواليك على إنهم خصوم، بص لهم على إنهم شركاء في الرحلة، واللي يكسب لوحده خسران.